من يومين بالظبط رحت اشتري سينابون رول من محلات بتاعتها المعروفة، اتفاجئت انها غليت جدا. والحقيقة احنا كلنا بنحبها وبس السعر بقى فجأة يعني عالي قوي، فقلت هجرب اعملها في البيت، يعني يمكن سهلة. ودي فعلا كانت اول تجربة خبيز ليا للسينابون رول. قد كده سهلة، عملت 8. ما كلفونيش، ما عدوش التمانية 80 جنيه او 90 جنيه. وعملت فعلا 8 قطع من اللي هي الواحدة ب116. هعملها معاكم دلوقتي، المقادير زي ما هي مكتوبة. حطيت الدقيق على اللبن والبيض والخميرة وعجنتهم. انا عندي عجان، بس احنا ممكن برضو نعجنها في ايدنا، مفيش مشكلة. اهم حاجة ناخد وقت في العجن عشان الجلوتين يتفعل ويدينا النتيجة اللي احنا عايزينها في الاخر. انا شغلتها في العجان قد ما اقدر، وقت كتير علشان الجلوتين بتاعها يتفعل وكده. اهم حاجه ان احنا واحنا بنعجن نتاكد انها مش بتلزق خالص. طبعا المقادير اللي انا كاتباها دي نسبتها قايمه على نوع الدقيق اللي عندي. ممكن نحتاج نزود الدقيق، وممكن نحتاج نزود الميه بنسبه بسيطه جدا عن المقادير المكتوبه. اهم حاجه في الاخر تبقى بتنفصل بسهوله من ايدنا ومن اركان العجان. هغطيها لمدة ساعة واسيبها تخمر. وبعد ما بتخمر ببدأ احضرها عشان افردها. بحط شوية دقيق الاول على بيكنج شيت، وبعدين ببدأ قد ما بقدر بالنشابة اعملها شكل مستطيل كبير. مش لازم يكون مستطيل بيرفكت في كل الاحوال. لما هنلفها اي imperfection في الفرد نفسه او كده مش هيبان خالص. هحط زبدة بكمية تكون جنرس شوية، كمية حلوة، وافردها على العجينة كلها. وبعدين بحضر الميكتشر بتاع القرفة اللي انا كاتباه، وببدأ ارشه بالتساوي على العجينة كلها بالكامل. انا هنا قللت شوية عن الكمية اللي انا كاتباها، لان احنا كبيت مش بنحب السكر قوي. بس اللي انا كاتباه ده هي دي المقادير المظبوطة بتاعة المحلات اللي بتتباع بره. وببدأ بالبيكنج شيت الفها زي الرول كده، زي ما واضح في التصوير. وبقطعها ممكن بسكينة حامية، وممكن بخيط زي ما انا عملت. الخيط لما بقطعها بالطريقة دي بيساعد انها ما تختص مكان القطع، وتفضل محافظة على شكلها دايرة كاملة. ومع ذلك لو احنا مستسهلين ان احنا نقطعها بالسكينة مفيش مشكلة، ممكن نقطعها بالسكينة. وبعد التقطيع نحاول بإيدنا نظبط تاني شكل الدايرة بتاعنا. هحطها في صينية وهركنها على جنب، وجوه الصينية تخمر تاني لمدة نص ساعة. وده شكلها بعد ما خمرت جوه الصينية، خدت شكل الصينية بالكامل، والرولز بتاعتنا نفشت وبقى شكلها حلو. بدخلها الفرن لمدة 25 دقيقة. وفي الوقت ده بحضر الايسنج بتاعنا، علبة جبنة كريمي وعليها كوباية سكر بودرة. بفضل اقلب فيها عشان الجبنة تطرى مني جامد. وبعد ما بحط السكر البودرة بقلب فيها تاني قد ما بقدر بالسباتشولا بتاعتنا، واضغط عليها كده عشان الاتنين يختلطوا ببعض جامد. بلاحظ بعد كده ان بعد ما بضيف السكر ان قوام الجبنة بتاعتي لان جدا، وبقى اقرب زي المية اللي بنشا او كده، بتبقى خفيفة خلاص. وهي كده ممتازة، جاهزة جدا للايسنج. ده السينامون رول بتاعي بعد 10 دقايق بس من السوا. بطلعها من الفرن وبضيف عليها علبة صغيرة من كريمة الخفق بالكامل. الخطوة دي بتساعد ان السينامون رول بعد ما يستوي يبقى طري وهش. وده شكلها بعد ما خلصت ال25 دقيقة بالكامل من السوا. وببدأ احط عليها الايسنج بتاعنا اللي احنا حضرناه. وخلاص هي كده جاهزة. بجد طعمها جميل جدا، احلى كمان من الجاهزة. اتمنى تجربوها، قد ايه سهلة ومخدتش وقت. والولاد كانوا مبسوطين جدا في البيت واحنا بنعملها. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم فيها. والف هنا.